بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درس 49 من دروس الفقه المالكي بضد أحكام الحج. درسنا قالوا 48 الحلقة الثانية من أحكام الصيام. الساقي إن شاء الله أنخدم الجزء الأول من موضوع أحكام الحج. وطبعا الحج انت خامس الأركان في حديث ابن عمر. النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5. الإسلام يبنى في 5 تركيزين: لا إله إلا الله محمد رسول الله تمزواروث، تاقي أصل الأصول، تاقي تمزواروث، توحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ذا ثسنا التزليث نفكيت، في 3 ذي العشور الزكاة نفكيت، من بعد ويس 4 ذي رمضان الصيام نفكيت، السجن نبذو ويس 5 تركيز ويس 5 الحج. أحكام الحج الجزء الأول. أولا المقدمة دينا كلمة الحج في اللغة العربية المراد بها القصد. باش ما دينا نحج المكان الفلاني معنى نقصد المكان الفلاني. القصد ذي اللغة العربية المراد بكلمة الحج معناه القصد. من ناحية الاصطلاح اصطلاحا يعني شرعا معناه القصد بنية مخصوصة إلى موضع مخصوص بشروط مخصوصة. 3 الأمور. الحج اصطلاحا المعنى النية والقصد بنية خاصة أو مخصوصة. يقول ما يروح هدي يحوج بالنية باش دياوي الركن الخامس. خاطر ممكن الإنسان يسافر للسعودية، خاطر السعودية ماشي كان مكة والمدينة قلان، يقول يروح لجدة تجارة نورمال، ولكن ماشي ذا حاجة يحوج. وإذا يروح الطائف زيارة عائلية يسعى تجارة وقي ماشي ذا الحج. غادي يروح الرياض، نعم بارك الله فيك، نروح المدينة، يروح المدينة المنورة وقي ماشي حاج، يروح زيارة عائلية تجارة. ولكن ذاكي الحج بنية خاصة مخصوصة إلى قبيل ينوى الحج أديوي الركن ويس 5 تركيز تيس 5 إلى موضع مخصوص. موضع مخصوص معنى مكة المكرمة معناتها أندير الحج ذي مكة، ماشي ذي المدينة، ماشي ذي الرياض، ماشي ذي جدة، ماشي عند النظام صافي إلى موضع مخصوص. زيد بشروط مخصوصة. الشروط برمي الشروط ينس إلى قبيل ذي الوقت الحج يزمل ثوري ذي روح ثوركا أشياء ذو واحد حجة أشياء خاطئ داود العمرة نعم، ولا ما تروح ذر مكة مثل العمرة داود الثورة ولاش الحج ثورة ذاين. خاطر الحج أشهر معلومات، الحج ذي الوقت أشهر معلومات معناه شوال ذو القعدة ذو الحجة. ماشي يميك غادي يحج غادي يروح هذا الحجة خاطئ ديال العمرة نعم، ويقول لما يروح لمكة ودزما ديال الحج ديالوي في أشهر معلومة: شوال ذو القعدة ذو الحجة. الحج أشهر معلومات. إذن من حيث اللغة نصفها مثيت، من حيث الاصطلاح نصفها مثيت، بنية مخصوصة إلى موضع مخصوص بشروط مخصوصة. مازال هذه المقدمة. الشروط ينس، والحقيقة هناك شرطان أساسيان. الشرط الأول هو البلوغ مع العقل. البلوغ مع العقل، أن يكون بالغا عاقلا. الشرط الثاني أن يكون مستطيعا أو قادرا، القدرة أو الاستطاعة. ثراد نسفهم ذا شو المعنى البلوغ مع العقل. معنى قد يوضع
بنادم إلى سن البلوغ، ظهرت عليه علامات البلوغ، فيجري عليه القلم. يعني الصبي مثلا غير مميز ماهوش مكلف. الصبي تصور قشيشه مشطوح إنسان عامين 3 4 5 وكي ماهوش مكلف، ماشي واجب فلاس هذه يحوج خاطر يبيض سن التكليف، وإن كان حجه صحيحا. سأذكر هذا في حديث ابن عباس، حجه حج صحيح رغم أنه صغير. تعيد نشرح إن شاء الله. صافي الشرط الأول البلوغ مع العقل، خاطر الزمري غادي يوض سن البلوغ ولكنه ليس عاقلا، فقد عقله، يروح العقل ولم يروح العقل وإن ذا ماهوش مكلف، خاطر العقل مناط التكليف. العقل مناط التكليف. ملايون يسلف يهبل يدروش صحفي حسب الشرع. صافي دايرين بدنا الشرط الاول كي يدو كلهم البلوغ مع العقل. فهاد فكره التفصيله كي كاع ملايون صبي لم يبلغ يعني سن التكليف، هل يصح صيامه حجه؟ الجواب نعم. لذلك في حديث ابن عباس النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يسمى تمطوث ثرفد الصبي تحجد نسى تحجد ثبيد سميس مزي اسميت ولا النبي عليه الصلاه والسلام ثنياس ألي هذا حج يا رسول الله؟ يعني أقولوا ذاكي يرفض. هل ترى هذه قبل ربي الحجيز؟ إناس نعم ولك أجر. إناس نعم ولك أجر. المعنيس الحجينس يصحى غسم الزي ولكن يس ولك أجر. هناك فائدتان. الفائدة الأولى صحة حج الصغير، معنى وين دي حج مزي الحجينس يصحى. الفائدة الثالثة ولك أجر، يعني ثيمتني يقرف ذن ميس حج ديس تسعى الأجر. لماذا قلت هذا الكلام؟ ربما أحيانا من الناس الحجاج اللي لاحظ يقول كيفاش هذه تجيب ولدها صغير وتحج كذا. صحيح الحرج اللي موجود حرج كبير، الناس اللي الكبار الأصحاء ويلقوا صعوبة، وفعلا كان أوقات غير ربي برك اللي يسطر، خاصة في الطواف عند الزحمة ماشي حاجة بسيطة. لذلك الواحد يعني إذا كان ما عندوش ربما حاجة معينة أو ظروف معينة ألجأته على ذلك، يعني الأفضل لا. دوك واحد منا اللي يعرف يقول لك إنه عندي طفل صغير مع الأمراض مع الضغط مع ماشي حاجة بسيطة. في العمرة الأمر أيسر، ولكن في الحج صعب. أقول هذا الكلام ولكن الحج صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام إناس نعم ولك أجر، إناس الحج يصحى ولك أجر. ولكن في الحديث صحيح أخرجه الإمام مالك وأخرجه الإمام مسلم، يعني هذا الحديث صحيح. الفقهاء حينما نظروا في هذا الحديث ماذا قالوا؟ قالوا هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ الطفل الصغير اللي حج، ديت الطفل الصغير وحج معاك، كي يكبر وصل 20 سنة ولا 30 سنة ولا 14 سنة ولا تقول وليدي انت خلاص انت حجيت كي كان عندك 4 سنين. لا، هذا لا يسقط عنه حجة الإسلام. إذا استطاع ما يزمر إلا قد يحوج، معناه الحج إنسان زوارو ممزيكني وقي لا يسقط عنه حجة الإسلام إلا قد يحوج ما يزمر.
صافي لاش هذا الحج مزوارو وين في حكم النفل النافلة معنى إن شاء الله يوم القيامة أثياف ذا النافلة ثورة المسفهام ولد كان الشرع عندنا زدي يصفى أمامه ثبيط مزي يحجد هذه قبل ربي ما شاء الله ولكن مرا يمغور ورزمي ضاس نضش حجة غداين تحج ضدي من مزيض خاطئ إلا قد يحج ما يزمر المسفهام ما شاء الله. لذلك هذا ابن عبد البر في كتابه التمهيد قال حج السلف بصبيانهم في كتاب التمهيد قال هذا الكلام. قد أعود إلى هذا النقطة بعد حين. فهذا والله الاستطاعة. الشرط الثاني الاستطاعة. إذن الشرط الأول البلوغ مع العقل. لذلك الحقيقة هذا الشرط الأول هو اللي يخلينا نقول أن حج الصغير لا يسقط عنه الحج حجة الإسلام. البلوغ مع العقل صفي يعني في الشرط يحمل مضمونا يحمل لوازم ومقتضيات. من لوازم هذا الشرط أن من حج قبل البلوغ وقبل كمال العقل فذمته مشغولة بالحج. أعود الإمام ابن عبد البر رحمه الله وهذا من كبار علماء المالكية وقي عقل من العقول الكبرى عنده كتب مهمة جدا وأتمنى وأرجو من الله أن المسلمين يقرأوا هذه الكتب خاطر اسمحوا لي مع الوقت يا جماعة الخير رانا نخلي واحد الكنوز كبرى في المطولات. صحيح المختصرات مفيدة كما درك الماكله هذه نتاع سندويش هذا رابيد معليش ولكن مرات نرجعوا شويه الكتب. هذا الكتاب نتاع التمهيد من أروع ما أنتجه عقل البشر. واحد العقل واحد المنطق واحد الفهم للوحيين عجيب. واش قال يعني ناقش هذه المسألة من ضمن ما قال وحج السلف بصبيانهم معنى يعني أرجعنا إلى السلف الصالح الصحابة الكرام حجوا بصبيانهم وكذلك يفعلون. معنى الصحابة حجد سدريان سني مشطاح وحج السلف بصبيانهم. هذا الكلام للإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد. الشرط الثاني هو الاستطاعة. والاستطاعة استطاعتان القدرة قدرتان استطاعة مادية حقيقية واستطاعة حكمية. قدرة حقيقية وقدرة الحكمية. ما معنى هذا الكلام؟ الاستطاعة الحقيقية معنى استطاعة البدن والمال. يوذي لي الزمر أمس الجهديس وذا سوذرينيس ما يليون يسعى الجهد يسعى ثزمرث وريسعى ذرين. هل ترى وقي واجب عليه؟ لا خطر ثزمرث ثلا ثذرين ثولاش إما يسعى ثذريمث الجهد أولاش ذا كيف يخص يوث تجي قرن استطاعة حقيقية. لو نقص اسمها استطاعة مادية إما قدرة فيزيك يعني جسدية نا قدرة مالية نمسفها. ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا سورة آل عمران. أما الاستطاعة الحكمية المراد بها الأمن على النفس الأمن على المال الأمن على العرض وكذلك الخروج في القرعة. تقلت النار نفع تجدت خطر تقلت ولا شيء بكري ما كانش القرعة
لذلك كنت مع الشيخ حسن، ناس الفقهاء زيك ما يهضروش على القرعة هذه، خاطر اللي بغى يحج يحج. يعني درك تلقى واحد 10 سنوات وهو يدير روحه في القرعة وما خرجش. لو كان يموت قبل ما يخرج في القرعة ما يحاسبوش ربي على الحج، يقول ربي أنا قادر ماديا جسديا ماليا، دار روحه في القرعة ما خرجش، خلاص ربي ما يحاسبوش على الحج، خاطر ما كان هناك استطاعة حكمية لا تتعلق لا بالجسد بالصحة ولا بالمال، صافي الأمن. إما إلا يون يبغى يروح حد يحج يزمر، ولكن لاش لا سيكوريتي، يخاف على نفسه، يقعد في مانيس تروحوا يرى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خاطئ. الأمن مطلوب، لا سيكوريتي مطلوبة. واش ما قدروش نعبدوا ربي بلا سيكوريتي؟ وربي ما قالكش عبد ربي وانت في خطر، لا. إذا كان أحكام في الشرع، صلاة الخوف، كاين بزاف أمور يعني دي فاضل رخص. إذا كان الأمن ما كانش، وهذه فيه تفاصيل أشرنا إليها فيما سبق. وكذلك الخوف على المال، لا يولد يقعد في الميس في العرضيس أما كدني ودي في غير ذي القرعة يجري مانيس ودي في غير ذي القرعة. لذلك سبحان الله أمر القرعة يجي أمر عجيب. بيان سور تصدي ونجرفن هذه يجري مانيس هاد جفذن ودي ثفغارة ذي نقريحا، ولكن الإنسان المؤمن سيني مرحبا باللي عطى الله. استقبل تقارن سكنه كما يساودو مكانني كي قارن فلاحي كان مازال دي يساول وتسلس، يعني ذا ولي صحان اختبارا. ربي سال الحكمة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا قرب ما ذي يحزن يجري مانيس ودي في غارة، إذا ما تفضيون 10 سنين يجري مانيس ودي في غارة، ويضبالك فيك الثم زوار وتجري مانيس يفقد. ماشي دليل للإيمان ويضا شنو هو صافي أمشي شحال يقول قبيله صافي ماشي ذا المؤمن، لا خاطئ. خاطر لأن الغاشي يحسبني ما نسن أكيني كاين ماشي ذا المؤمن ويحمل على ربي، هذيك الشبكة الوسوسة كنين فيك هذيك وساوس لا أصل لها. إنما الإنسان يرضى بما كتب الله له، ولن وياض سبحان الله أسدي سهل ربي بشكل عجيب. يريون الله يرحمه، أعرفه معرفة شخصية الله يرحمه، فقير جدا، ودع الحجاج الله يبارك حنا الجزائر مازال عندهم هذاك الحاج، عنده الحج تعظيم شعائر الله، ودعوه بجوار واحد المسجد مجموعة حجاج رجال ونساء لباس أبيض الله يبارك. الإمام دار كلمة ودعهم، واحد من الناس الكبار أعطى لهم دعوة الخير، والشباب جابوا ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم. هو بدا يبكي يبكي يبكي، خاطر قال كان مستحيل نحج، ما عنديش دراهم وما عنديش طمع، فقير جدا. كي جاء عرفات طلع واحد المكان كذا في الخلا وحده، منطقة جبلية في الجبل، كان صايم ودعا ربي، قالوا يا رب أنا قلبي تمنيت باش نكون في عرفات اليوم وأنا ما عنديش. قالوا يا ربي غير أنت اللي قادر، هنطلبك أنت. العام اللي بعده ربي اداه، سخلوا ربي واحد مؤمن قال له دير جواز سفر وداه وحج، وهو رواها لبعض الناس. وكاين اللي مشى بهذه النصيحة، بعد اللي يقولوا ما عنديش قدرة الحج يقول له صوم عرفات وطلع الجبل ودعي ربي. ربي عنده حكم، إذا الإنسان يرضى بما كتب الله له. طيب إذن أعتقد كملنا بالنسبة لشرطي الحج. الشرط الأول إذن البلوغ مع العقل. الشرط الثاني الاستطاعة. المراد بالاستطاعة الاستطاعة الحقيقية، وهي القدرة البدنية والمالية، والاستطاعة الحكمية الأمن
على النفس والمال والعرض، وكذلك الحصول على التأشيرة، لأن درك الآن فيه تفاصيل. كان اللي يروح في القرعة، كان اللي يعطونه جواز سفر الذي يهدى للناس، يهدى هدية، أو تأشيرة للحج التي تمنح يعني من قبل السفارة السعودية في كل البلدان. الآن كملنا هذه المسألة، نروح الآن مباشرة إلى بعض المعاني المتعلقة بالحج. إذن الحج الحقيقة تلبية لنداء الله. ربي سبحانه يستولد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في سورة العمران الآية 97. ذاكي هناك توكيدان هما من أوكد ألفاظ اللغة العربية. اللام وعلى في زوج موجودين هنا، مدينة ربي سبحانه ولله، لام لم توكيد، على ذا تفيد التوكيد. إذن هو فرض على كل مستطيع، وجي الركن الخامس. ولكن ربي سبحانه ما كدنا من استطاع إليه سبيلا. أين النظام؟ تظلت كلنا مستطيعون، تظلت إلى قنزال وزرم أحكام الصلاة. هذه الظلبة دم سيف الدين موريز ميرالا سيغيمي، موريز ميرالا في ذيس أي فوس، موريز ميرالا إذيس أظلماض، موريز ميرالا في نكنيث، موريز إلى قاذي الظال صافي زماكي كان مستطيع، ولا موريز ماك هذه حديث، ولكن سؤال نيس. ولكن ذا في الحقيقة كل شيء يشد القدرة. ذاكي القيام في الصلاة ركن أو فرض في حق القادر عليه، ولكن يسقط هذا الركن لعدم الاستطاعة. إذن الشرع في كل التخفيفات. سورة النساء الآية 28: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الزكاة المستطيع، ممكن الإنسان يعيش طول حياته ما زكاش وربي ما يحاسبوش. إذا كان ما عندوش نصاب الزكاة، ما عندوش شروط الزكاة، ما يزكيش وما يحاسبوش ربي. والصيام أيضا إذا كان مستطيعا، إذا كان مش مستطيع لا، إما الفدية أحيانا، إما من الفدية ما كانش عند عدم القدرة. شوف برك التسهيلات. ربي ناد في سورة الحج الآية 28 الآية 78: وما جعل عليكم في الدين من حرج. سورة البقرة 185: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك لاقي لام التوكيد، لام الإيجاب والإلزام. وعلى أيضا وردت ولله على الناس على. إذن ذاك العلماء يقول لك هذه الألفاظ من أوكد الألفاظ التي تفيد الإلزام والوجوب. أكا المعنى الثاني تبرئة الذمة المشغولة بالحج. الإنسان كي حج، والحج فرض على القادر، ولكن القسم فيه تفصيل. هو هل فرض على الفور أم على التراخي؟ إما فرض على الفور أم على التراخي. مثلا الصلاة على الفور، ما يجيش واحد مثلا يجي وقت العشاء نقول معليش نصليوها غدوة إن شاء الله، لا لازم نصليوها درك كي يجي وقت العشاء. صلاة المغرب ما يجيش واحد يقول لك المغرب باه نصليها هكذا يومين 3 أيام نصليها، لا يولي قضاء ماهوش أداء، لازم تؤدى في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هاي على تفيد الوجوب، الإلزام والإيجاب. ولكن الحج العلماء هناك من قال فرض على الفور. ما أنت عندك قدرة مادية جسدية وعندك قدرة مالية يلا. وهناك اللي قال لا،
على التراخي. تراخي يعني عندك الوقت. على بالكم منكم ومنا اللي عنده هذا المشكل، هذا الأمر، عنده دراهم ما شاء الله وعنده الصحة، يقول لك ما نحجش السنة هذه، خلي هذا حتى نكمل البنيان. سورتو احنا البيطون، يا البيطون كيف يدخل في المخ البيطون، دي فوا البيطون غير سفوغ العقل لا اتبنو ضخة من بعد كيني مازال بروميير ايطاج، ميثكم بروميير ايطاج فيني مازال دوزيام ايطاج الا قد تفيني هذا ميثكر بالك تروح هاد الحجره كي لا يا مغار ارنو ياسم قال تروازيام كاتريم ايطاج كل ديجا بروميير ايطاج زدغماك ديك الساعه لكن سينا يوايض الناس شحال تخامين ساعه 40 تخامين 40 الناس نكساو تخامث كنت كوزينت الناس عندها ثقانوض سكو ثقان ديال 40 كل ساعه تصدقيو ثاني سخط قال يصافي الشكل كيف ما ننقص كيف شيني ديوث الشومبر كيف شومبر عندك 40 وانا عندي وحده يعني معنى لطيف باش ما يخرجلوش العقل، خاطر دي فوا كاين الناس على بالك وصل القدره مثلا كي كان 50 سنه وصل 70 سنه ومازال ما حجش، يقول لك مازال لي بروجي كاين بزاف، يكمل 4 ايطاج 5 ايطاج وبعد لازم يدير بولايي باري لازم يدير البحيره لازم لي بروجي. نقول لكم لا حبس، ربي عطاك القدره روح تحج على روحك، ذمتك مشغوله بالحج. زيد انه ممكن تموت، شكون قال لك بلي تزيد تعيش 10 سنين قدام ولا 7 سنين؟ صافي دير تموت وتحاسب. لو كان دير روحك في القرعه وما خرجتش خلاص اخويا درت روحي، تقول انا درت روحي وما خرجتش، ربي لا يحاسبك اذا كان رشحت نفسك في قرعه الحج ولكن لم تفز، فذمتك بريئه عند الله، دخل في الاستطاعه الحكميه. أما أنك تؤجل هكذا لهذه الأسباب، هذه الأسباب لا تنتهي، وسوتو كي قريب الحج يجيو لي بروجي. كاين الناس اللي جربوه يقول لك نكون نورمال كي قريب الحج يخرجوا كاع لي بروجي، كاع الكاميون وتراكتور وكذا لي زانفيستيسمون وكذا. يا ولدي بالعقل، كاين انفيستيسمون واحد آخر يسميس الحج واجب عليك، ذمتك مشغولة به. لذلك نصيحتي لهؤلاء أنه لازم يرشح روح الحج. ممكن يجي ولادك ما يعرفوش هذا الشيء، يقول لك اللي بغى يحج في داره هكذا صافي نبقاو غير لا الشرع ربي راه عنده الميزان، خاطر سمحوا لي راه نعرفوا بعضنا البعض، ونحن نعرف عاداتنا وأعرافنا. كاين ناس مساكن تكلخوا، نقول نستخدم كلمة تكلخوا من العائلة نتاعهم، مازال حتى نوصل 80 85 بقى على خير مات، وهو قادر يحج 100 مرة طبعا في النافلة، وما حجة الإسلام واحدة، ولكن من بعد والمشاريع لا تنتهي. وكاين من الناس اللي ربي وفقوا راح دار حجه بقى ثم واش كتب ربي ارجع، وربي بارك له في الرزق وبارك له في كلش، وحتى المشاريع نتاعو مشاو بسرعه. كاين اللي عطاو شهاده قال لك والله العظيم غير حجيت حبست الدنيا هذه، خدمت الشيء نخدمه، خليت لهم العائله واش لازم الفقهاء عندهم تفاصيل دقيقة، ماشي حتى يكون عندك 10 ملاير باش تحج، لا ولكن رجعت قال لك لقيت كل مشاريع تمشي ما شاء الله، ربي عطى البركة، ربي يفكد البركة ديال الرزاق، يفكد البركة ديال كل شيء. لذلك يا جماعة الخير العلماء الناند هناك قول أن الحج فرض على الفور بمجرد تحقق الشروط فورا. هناك العلماء اللي قال لك لا، هو على التراخي، هو واجب
ولكن على التراخي. والقولان عند المالكية، القولان عند المالكية، والاختلاف رحمة إن شاء الله، يسين أراء قلا. لذلك الذي ننصح به روح على الفور خير، سوتو الزمن اللي عايشين فيه الموت راهي ربي يستر. الموت وحده، السبة ماشي وحده. لذلك نصيحة أنه واحد هذه حياة ربي وصل عطالك الرزق. ما تنساش بلي كاين ملايين من الناس ما عندهمش قدرة، ما عندهمش. انت عطالك ربي قدرة، من شكر الله انك تحج. شكر ربي، حال باكي تحج كأنك تقول ربي شكرا يا ربي، أعطيت لي الصحة وأعطيت لي المال، دير اللي عليك. إلا ما خرجت بالقرعة خلاص. والعلماء قال لك على شوف، على الماشي والراكب، على البصير والأعمى إذا وجد قائدا. أنعم. الماشي والراكب شفيتوا أجدادنا كانوا يحجوا هاو ماشي بلافيون، لا يحجوا على رجليهم. وين يحكيوا حكايات يقول لك كي يرجع يماه ما تعرفوش، يماه ما تعرفوش. وضرب كاين اللي حج 12 يوم يولي، كاين اللي عندهم تاويل 12 يوم 13 يوم يرجع، وكاين اللي يبقى 25 يوم ولا شهر. لذلك يا جماعة الخير على الماشي والراكب وعلى البصير اللي يشوف والأعمى إذا وجد قائدا. أذرغال ما يوفى ولا تتنافس. لذلك السوالين يذرغال الناس حجوا. ذا ذرغال أعمى وراه معاك تقودوا، تقول رانا في منى، رانا في عرفات، رانا في مزدلفة، رانا في منى، رانا كذا رانا كذا، رانا في الطواف، رانا في السعي بين الصفا والمروة. خليه يتمتع. وإن شاء الله سوف في الدرس القادم نأخذ هذه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لذلك يا جماعة الخير إذن قلنا تبرئة الذمة، كذلك تعظيم لشعائر الله. وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، بمعنى يوم ما يفكيس الزال، يفكيس القيمة، يفكيس الزال الحج صدر يعظم شعائر ربي سبحانه عز وجل. أي غردني غاكا خاطر ذا ما يجيش واحد، خاطر هناك الله غالب. نتكلموا على ظروفنا كأمة انقلبت الموازين. بعض الناس يشوفوا هذا الحج هذه شغل زعما حج، كل حاجة وكأن الإنسان هذا من الملائكة. ممكن الإنسان يحج ويغلط، ممكن. ماشي يجي واحد يقول لك ها مادام فلان حج وغلط صافي أنا ما نحجش. هو الشيطان هو اللي يكلخلوه، يقول أنت ما تصليش، خاطر كاين اللي يصلي ويغلط ما يصليش، وفلان يحج وغلط صافي ما تحجش، ومسكين يعيش هكذا. لا، هذه تعظيم شعائر الله، لازم نديروها في البال. أنه لذلك بعض الناس يسألون يقول لك علاش هذا الدحيس هذا والحج كي يروح ويكبروا له كذا إلى آخره. صحيح كل حاجة عندها ميزان، ولكن الحج حدث كي نروحوا له نباركوا له نودعوه وكذا إلى آخره، ولكن بلا غلو، خاطر الإسلام ما يبغيش الغلو. وهذيك المصاريف الزائدة وهذيك التكاليف الزائدة، وهذاك من التكليف بغير مسوغ شرعي. وغيكلفها ربي سبحانه أن نرفد أكثر الزمر ثنا، خاطر لنا كلام الدناكيني سيغ القيمة للحيج، ولكن سيغ القيمة أذني ولغ ما راه روحا وأذني ولغ ما راه دوغالغ، وكي ماشي الواجب. مفهوم؟ صافي السياق ديال ثلاثة الميزانيات. إلا قيوث الميزانية ما راه تروحض، يوث الميزانية الحيجي، يوث الميزانية كاش 40-50 مليون ما راه دوغالغ، يزقرنا دغلين يخرفيين وكذا. لا والزمرد كان الحيج روح كتحج تسخمي ما راه في سيناكي ينسني الغاشي تجي غاونا هنا بقاو لاخر روح سخام ربي سمحتي تزمرتي لو كان الزمير غا سوفغ الوعده
والزمير غارة السوف غارة ذوال قرن زيك أول يفرون ذوال أول باطل أدرب حظ 100 مليون سوال والناس يفهمون. لو كي يجي واحد منكم يروح حج يقولنا هذا الكلام يا جماعة الخير بقاو على خير اسمحوا لي نودعكم وكذا ظهر حبيت ندير وعدة لكن ما قدرتش الزمرة كان الحيج من الزمرة نعذروه ونزيد نقتدي به خاطر كاين الناس اللي عنده شوية حذر يقتدي به يتعاند أكين الفلاني والله ما شاء الله يصوت ربي يسعى كان تزمر في الحيج يسك الفرا ربي سبحانه يظل دينا السماح نكون ياخذ مغ الوعدة ثلها يعني في الهوارة ثلها ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك إلى المقصد الناظم ذا شوف إقامة للدين نحن أمرنا بإقامة الدين الدين قيل قذفت دين كل شيء صلاة العيد أي غير صلاة العيد ماشي من صلاة النظام ماشي من صلاة الاستسقاء ماشي من صلاة الكسوف ماشي من صلاة الخسوف ماشي من صلاة الجمعة صلاة العيد اسمها صلاة العيد أتنزل الصباح ذي الوقت نضحى ونذكر ربي خيرا نذكر ربي في العيد ولا ولا بطلنا لازم نذكر ربي سبحانه وجهرا ولكن ذرك ظهروا بعض الأمور يقول لك لا ما تذكروش ربي نهار العيد نهار العيد روحوا بالسكات كارثة كبيرة هذه بطلنا ولا شو يضرب مع انت كاع واش قالوا الفقهاء واش قالوا العلماء واش قال البخاري واش قال الامام مسلم واش قال الامام مالك واش قال ابن عبد البر واش قال الامام الامدي والامام الشاطبي والامام الشوكاني والامام النووي والامام الذهبي وين نديروا كاع هذا الخير هذا كامل هكذا نقولوا بكل واش قالوا علماءنا هكذا صفيا الناس كاع واش درتوا بكري باطل لازم نروحوا للجامع نهار العيد نصلي ركعتين وتربح لا لازم صلاة العيد عندها خصوصيات لا بد أن تظهر وكي نكملوا نتغافروا علاش في نهار الجمعة ولا في المغرب ما نتغافروش ماشي بعد كل صلاة بعد صلاة الفجر نبقاو نتغافروا كامل في نهار العيد نتغافروا خاطر هي محطة للتسامح محطة باش نغسلوا قلوبنا محطة وين يغنزن وايض وين كذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الإمام ينصح ويوجه ويرشد صلة الأرحام تذكير الإنسان ينسى والشواطن كاين بزاف شياطين الإنس وشياطين الجن ليدوروا جدر فيما بيننا يجي نهار العيد القلوب ترتاح وكذا لذلك ربي سبحانه يداوينا بهذه العبادات إقامة للدين إقامة الدين وكذلك تعاون على البر والتقوى ذكروا العلماء هذا المقصد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ذكر العلماء هذا المقصد في الحج خطر الحج رحلة كبيرة الناس بزاف وعلى بالك الإنسان باش يجرب روحه في الحج أنا عاميه ماشي تروح مع واحد منا للجزائر وتولي العشية هذه سهلة تركب معاه فورغون ولا الكار والعشية تولي روح في الحج ثم تشوف روحك الامتحانات كبيرة بزاف وبزاف لا يلا نبداو في بعض التفاصيل خاطر هي مهمة في حياتنا باش الإنسان يحج حج مبرور لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نعود إلى هذا بعد حين مع انتهى تعاون على البر والتقوى انت تروح مع الحجاج كيما راكم كاع كاين اللي حجيتو كامل كاين منكم يقول لك الحمد لله انا كي حجيت رفدت معايا 4 من الجزائر و10 لقيتهم ثم هذا مريض هذا تعبان هكذا هذا ديتو في الشريطه هذا وريت له هذا انا عاميه هذا مريض ديتو للسبيطار هذا ثم تشوف روحك تجربه وامتحان واختبار الأنانية هذيك لازم تقتلها
خاطر الأنانية واعرة. علاش ربي مدح الأنصار في سورة الحشر الآية 9 بما مدحهم لبعض فضائلهم ولفضائلهم، منها ما ورد في سورة الحشر الآية 9: يحبون من هاجر إليهم. رحبوا بالمهاجرين بحب، ماشي كونتر كور، لا بحب. زيد: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار، كيفاش الباطمة اللي عنده 10 طوابق، يلا يا شباب كيما رانا هنا شباب طلعوا كاع انتم ديزيام ايطاج 9 ايطاج، اللي مريض ولا عجايز وكذا يروحوا كاع بريمير ايطاج، ولا لا؟ اذا كان ما عندناش الايثار خلي الكبار يطلعوا ديزيام ايطاج، واللي عنده الصحه يديها بريمير ايطاج. جاو لي بيوس الحافلات، هذيك مشاكل تتكرر في كل عام. تلقى مثلا راكم في 100 واحد، لازم 40 يروحوا في الكار، 60 يروحوا ابي. شكون يروح ابي؟ اللي عنده الصحه. يدرك هنا ولا لا؟ ما تقولش انا شاطر نحكم الكار وخليها. وكاين اللي طلع على بالكم بلا ما نقولوا تجاوزات، يعني اكتفي بهذا صافي. اذن هو امتحان كبير، مده شهر تفوت في امتحان، تعب جسدي تعيا، تعب معنوي مخك يعيا خاطر الرقاد ناقص، ولازم تعس الاركان، ولا لا؟ وكاين المشاكل يبداو من السماء. الاحرام، هاي لافيون وصلنا الى الميقات، نديروا الاحرام فوق ولا نديروه في جده؟ هنا تبدا المشاكل. كاين منا اللي يقولك انايا لازم نتوضا في الطياره ونلبس لباس الإحرام في الطيارة، خليها. تصوروا طيارة فيها 260 واحد مثلا، 200 واحد نديروا لاشين على هذيك نتاع نتوضاو كاع ثما، نقدروا نتوضاو؟ ما تقدروش. لازم الطيارة تدور شحال في السماء، 10 سوايع ولا أكثر قسما نكمل الوضوء. لذلك علماؤنا فتاو بجواز الإحرام من أول يابسة كي توصل للجدة والسلام. اللي دار الإحرام الفوق الله يبارك، يكون لبس لباس الإحرام منا في الجزائر، إن شاء الله يلبسوه في الدار إلا حب، هنا في داره يلبس القميص وراح يتوضا، يبالك يحكم الوضوء نتاعو اسيدي من بابا. وليس شرطا ركعتين، ماشي شرطا، هذه تفاصيل نحكيو عليها من بعد. كي يقول لك الكوموندون تاع الطياره يقول لك خلاص وصلنا، نحى هذاك القميص، غادي هو يقول لك نص ساعه قبل ولا نحى القميص وراك دير هذيك الفوطه، وهذيك الفوطه التحتانيه راك هي موجوده، وزيد الفوق هذه خلاص راك فرات. كي يقول لك وصلنا دير النيه، النيه محلها القلب، وتبدا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ولكن الا شفت واحد ما دارش لباس الاحرام تاعو لا تنكر عليه، ما تقولوش خلات عليك، الحج نتاعك ديجا بديتو برك باطل. وكان الناس مساكن تشوشوا، كان اللي بكاو. ومره واحد كي قالوا له وراه لباس الاحرام، قالوا لباس الاحرام راه داخل الفاليزه، والفاليزه راهي صافي لازم الكوموندون يقاري في كاش جبل باش يجبد الفاليزه باش شفتوا. والناس مساكن الله غالب تقول برك لا يجوز، يبدا يتقلق. علاش نقول لازم الادب؟ هذاك دار فتوى عند الشيخ خلاص. سبوسا الحجاج وكم تديو نصائح انه اعس روحك، يقوى الجدال، يقوى ووال، ينوي ينوضوا. من بعد يوم الترويه مشكله اخرى، كاين اللي راحوا لعرفات، كاين اللي يروحوا للمنن، وكاين اللي راح المنن وما حكمش فمه، يقول هذوك صحاب عرفتها وانتم. هذا هو الحج، لازم تروح المنن. شكون قال لك لازم؟ هادشي لازم. اللي قدر يروح المنن، واللي ما قدرش ما يروح المنن. وين الزمرن؟ يوم الترويه يوم 8 من ذي الحجه يروح المنن، يمر يزمير يروح لعرفات عادي. وقد كان اللي سر
سيدي كان نكشم تفاصيل كي من بعد ان شاء الله الدرس ديال الدون باش كان نكسر في الايمان غادي نحوج مرتاحين ماشي هاد الحوج نكونوا مشوشين. هذا مقصود من المقاصد. ثورة أصناف الحج لان ثلاثة، ماشي أن أصناف النسك، لا ذاك أصناف الحج. أصناف النسك هذه اسم بعد. أصناف الحج لان ثلاثة. الصنف الأول حج الإنسان عن نفسه، حجة الإسلام، حجة الفرض. إلى النوع والسين حج الإنسان عن نفسه نافلة، تلقى واحد حج بعد 4 سنين 50 عاود الحج أخرى نافلة، ماشي غير حج مرة نقولوا أنت حبس. علاه أخويا؟ ربي عطى له المال، علاه؟ خاطر ديفوا حنايا عندنا واحد الكلام يدور بيناتنا ماشي صحيح. كي نسمعوا واحد حج المرة الثانية نديروا له لونكيت ان بي في ونبداو نحاسبوه. كيفاش نحاسبوه؟ نقولوا ويني فغانا دي حوج، هذه حوج قجلي لاني مغفان وكذا وكذا. غير مثلا لماذا؟ غير نكتشم ديالو خاطر الحاج غير حوج مثلا يفكيس ربي حجة الإسلام يبويسيت بعد 4 5 6 سنين يبغى يغال حجة النافلة ينسى. هذا أمر يجوز. حجة الإسلام تبرؤ به الذمة، ولكن الحج الصنف الثاني هو حج الإنسان عن نفسه نافلة، وهذا أمر مباح. لا نحكم على الناس، لا نحكم على الناس، لا ندري. خاطر ممكن واحد منا يحج اسمحوا لي بعد مدة يتشوق وبالك يحج لأمر آخر، يقول لك باش ندي يما ندي بابا ندي جدي ندي، لا ندري. إذن على بالك خاطر ديفوا هذا اللسان واعر بزاف. النبي عليه الصلاة والسلام قال له واحد من نجات يا رسول الله؟ قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك إلى آخره. يزورينك جلس ديفوا حنايا نتحول إلى قضاة ونديروا لونكيت ونديروا ان رابور ابري دي جوجمون يخرجوا ماشي مليح، والله ما هو مليح. لكن واحد بغى ربي يرضى عليه ويبعد السيئات. الحسن البصري رحمه الله قال لك لو كانت الغيبة جائزة لاغتبت والدي. قال لك على نغتبهم باش نعطيهم الحسنات. الغيبة لو كان في جوز ينا كنخدم غير عجب مولاني هو اي غير باش نستفدوا على الحسنات، ولكن هي لا تجوز. كاين النوع الصنف الثالث اللي هو حج الإنسان عن غيره. صافي الصنف الأول حج الإنسان عن نفسه حجة الإسلام، الصنف الثاني حج الإنسان عن نفسه حجة النافلة، الصنف الثالث حج الإنسان عن غيره. الحمد لله كاين هذا الصنف الثالث. عن المريض إذا كان لا يرجى برؤه، يجي واحد مريض طبيب قالوا لا يرجى برؤك حسب التقدير البشري، كما الصيام كما تعرفوا. الصيام إذا كان الشخص لا يرجى برؤه ما يصومش، يقدم الفدية وريزمير له. ما تساعد فافاك يماك جدك جيدك عمك عمتك خالتك خالك وري مثارة ضموضين وري الزميرة غادي يحوج حجد فلاس عادي وتيقبض ربي والسلام. ميدو غلط في حج راس يحجد أنيا في الحجني ذي الميزان الحسنة في نفس يوم القيامة. وهذه من روائع الإسلام أن الإنسان ينفع واحد آخر ماشي غير ماديا يدير الله الدار تعاونو، ماشي غير هذه ميم هذه في الحج. كاين الناس يقول لك عندي قدرة مادية دراهم ما عنديش قدرة جسدية، يقول لك نخلص لك روح حج عني، يجوز هذا الحج. ويجوز عن الميت ماشي كان ميت، كاين اللي عنده باباه جدو ما قدرش يحج
عايش في وقت الثورة، الميزيرية، الغبينة، يتمنى باش يحج، مات. انت درك ربي وصلك، اعطالك القدرة، حج على باباك، حج على جدك، حج على عمتك، حج على اللي حبيت، سواء كان قريبا قرابة النسب أو كان بعيدا. كالصديق مثلا، عندك الصديق ما حجش، روح تحج له عادي بلا ما يعرف حتى واحد، غير انت وربي برك نورمال، وتعطيها له هدية يوم القيامة. هو مات، عندك صاحبك صديقك، قدرت أنت، قدرت بلي هذا الإنسان ما كانش اللي يحج عليه وكذا، ولا انت شفت بلي ما يذكروش كامل. كاين ناس كيموتوا ما كان حتى اللي يقول له راح، وانت قدرت ولا كانية في ذلك. يجوز أن تحج عنه، يجوز أن تحجر إون يموثن، ماشي لما يوصاك، ما يوصى الله يبارك، ولو بغير وصية. هذا الكلام كلام المحققين من العلماء. الحج قابل للإنابة، عبادة قابلة للإنابة بهذه الشروط طبعا، والسلام. غادي نيغ ماشي لما كيوصى شاطف يوم دينا بالك سيني يموت جدي سنت يسعى 10 سنين، وجدي واش في ضرك واش دينا شو يبغى وكذا. الساقي الصوضك ربي ساض ثزمرت ساض ذرين وروح ازد حج خلص باش دي حجي وننسى مغالا خدمك في كذا الله يبارك. وماشي كان ديال الحج ميم ديال العمره بين قوسين نفتح قوس التفضل ثريوني روح ديال العمره في ود العمره ايماني تكفيض ابري فينا يجوز اسداويض العمره وين تفغيض. ماشي لما دوغال غال الجزائر نغال ما تروح ضرب بياري علي نغال تروح ضرب الجحفه قرن المنازل تجاب كل ميقات المكان سأذكرها بعدين، ليس شرطا في تفاصيل سنذكرها في حينها. يجوز داوض العمرة أين مثل زمرث هذا ما كان باش كان كساكو غفل مدن وتقلق نار. سورة ربي مدينا في سورة البقرة الآية 128 وأرنا مناسكنا. النسك ذاكي اسم العبادة مدينة ناسك معنى عابد. أرنا ذاكي سبحان الله ذيك معنيان كما يقول العلماء رؤية البصر ورؤية القلب. خاطر يغر أرنا مناسكنا النبي عليه الصلاة والسلام يدينا خذوا عني مناسككم ذي الظل ثند صلوا كما رأيتموني أصلي. ظلث أماكن إثوالا ظلخ ذي الحج يند خذوا عني مناسككم أكن يخدم أنخدم صح ذي الطواف ذي السعي ذي كل شيء. الرؤية ذا قد العلماء المقصود ذي الآية وإن مناسكنا رؤية البصر رؤية القلب حضور القلب. خطر يثمثن القلب باقي ما يحضر السيدي عبادة أستفض اسمي السمك قرن الفنة سمحتي إلا قستفض الفنة مدينة ربي سبحانه عز وجل ما يليون يحجد صح يخدم كل مناسك ولكن الخشوع عني يخص خاطر فيه مثلا الطواف مثل الصلاة أم تصلي ولكن ذا شو ذا أولي الله زعما تهضر مدينة النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطواف صلاة طواف تصلي أبرا شو دينا إنك فإذا طفتم فأقلوا الكلام. وقال الحديث خرجه الإمام النسائي والإمام أحمد وغيرهما يناد الطواف تصلي لذلك الطواف القصير صلوا الوضوء باش يناد فأقلوا الكلام يعني وتكثر ثروال ماشي نخدم الطواف ولا حكويتي حكايين شو كان أين كاين لقن ذي الحديث وايض حديث ابن عباس يناد النبي صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت يناد مثل الصلاة أم تصلف إلا أنكم تتكلمون يعني تهضرم تتمسلين بديس
تتكلمون فيه. من بعد شو دينا؟ فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. شو المعنى إناك الطواف أم تظليث ما ثم سلايم الحديث مزورنك فأقل الكلام سنق استوال ذاقيناك ما ثم سلايم مسيت كان ديال الخير. لذلك تلاحظون ظاهرة البورتابل التفضيل يخدم الطواف المفروض يشي ديال العبادة هذه غلقة بورتابليس ماشي 7 الشواط نيضغا ديال العبادة ما يبغض الخضار يصفراحا أثي قلق ما يبغض فيه الخضار أثي قلق أي راه خويا تشوشط في مانيك ما تفضيل يحكوا الحكايات غير في المشاريع ينسنا كذا هذه هضر في نادم أين كان إلا قل ديجا 7 أشواط واش فيها اللي تقرا في القرآن اللي تسبح وتذكر ودير الدعاء ودير كذا باسكو الشيطان واعر سمحوا لي بالك الإنسان هنا قبل ما يروح الحج قلبه سبق كي وصل ثما يولي فنيان على بالك كاين ظاهرة هذه هنا الله يبارك قلبه سبق كي يوصل ثم خاطر يدخلوا الشياطين كلخلو كل حاجه يقولوا من بعد وكان اللي يوصل ثم حتى الصلوات ما يصليهاش مثلا في الحرم المكي ولا كي يروح المدينه في الحرم المدني كاين الوان من التهاون. التفاصيل ستاتي في الدرس القادم ان شاء الله. نبداو بالاحرام. الميقات ميقاتان الى الميقات الزماني والميقات المكاني. الميقات الزماني اشرنا اليه بدلنا يعني ربي مات الحج اشهر معلومات معنى شوال ذو القعده ذو الحجه وقيل الميقات الزماني ماشي واحد كيروح يحج يحج لا يحج في هذه الاوقات هذا هو الميقات الزماني. الميقات المكاني حدده النبي صلى الله عليه وسلم من كل الجهات لانه قال ديال السنه مثلا وقال يروح ميقات اهل الشام والمغرب مثلا وتلقى الناس بجحفه حدود لان الحدود في النبي صلى الله عليه وسلم تدي في كنا لي فرونتيير في كلمه تدي في كنا ميقات اهل الشام والمغرب ومن صار من طريق اهل اليمن ومن جاء من طريقهم يقرب 92 كيلومتر. وابعد ميقات هو ميقات بيان نظر الحليفه وكي يفعل تقريبا 450 كيلومتر تقريبا وكي ميقات اهل المدينه ومن جاء من طريقه. هذه التفاصيل ستاتي في الدرس القادم ان شاء الله. في كذلك المواقيت المكانيه وتنتهي حدد النبي صلى الله عليه وسلم وريزميرات لا دابا ديكلو التلبيه السياسيه في الجزائر نغيو بسد سي مصر تصير مروكا اللي في خامس خاطر الى قال ما يبغى الميقات فينا راه يخدم الركن المزور اللي هو الاحرام وطبعا شروط الاحرام راه محظور في الاحرام في ديك نهار الدرس ان شاء الله ولكن سيكفي ان نعلم الميقات الزماني شرحيت الميقات المكاني يفكنا غير النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانكي وذا هو قال محاذاة المواقيت خاطر هو قال لي الحمد القاع انا دير مثلا قال لي روح المدينه المنوره سي جزائريين روح مباشره المدينه المنوره مثلا روح المدينه هو الميقات هو ميقات على المدينه وسي قال كي الجزائري قال روح الجحفه خاطئ عقلك في المدينه الميقات هي المدينه المنوره أدفضل سي بس من قبل الإقامة أتسلحهم شاري كيلومتر أكثر من 20 كيلومتر أتوضع ربيع علي فينا أدرس أتخدم النية نقول فلوس هذا كيما مباشرة خاطر كاين يقول كذا ماشي لازم تنزل ولازم تهضر ولازم تتوضا ولازم تدوش ولازم كاين بعض الأمور كتكاليف وبعدين حالات الفواياع وكذا إلى آخره. لذلك الفقه يخفف عنا ويرفع عنا الحرج. مفهوم اش معنى الفقه؟ يرفع عنا الحرج. اذكر مره يعني كتب ربي سبحانه وتعالى في واحد العمره وصلنا لتما داخل الطوموبيل ما نزلناش اصلا قال شوف ديروا لي هناك عادي وصافي يجوز صراحه شي يجي
كنقول الناس كان علاه اذا كان سيتوضا في حرج معليش باقي غير الاشكال وهي تفوت من الميقات وصلت الميقات تعقد النيه تبدا في التلبيه بديت في الركن ركن الاحرام في غادي ندير في كذاك المكان كامل الى وقف عندنا 75 كيلومتر الى وقف عندنا 92 كيلومتر عن مكه الى وقف عندنا 183 كيلومتر الى وقف عندنا ابعد ميقات هو ميقات ديال علي حليفه يقلنا في المدينه المنوره وكي ميقات اهل المدينه الانسان بكبر ديالنا غادي يفدو في التلبيه تفاصيل ستاتي في الدرس القادم ان شاء الله تعالى بعد 15 يوم نرى رب سبحانه عز وجل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد